حضرات أعضاء البرلمان المحترمين، يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خلل في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء الشعب وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم. ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم وللتشكي في من ظلم أصابهم. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، إن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين. إن الإدارة تعاني بالأساس من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهري دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه، غير أن المسؤولية تتطلب من الموظف الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية تضع أمور الناس بين يديه أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم.